جمهور حكايات مرحبا. هذه حلقة جديدة وموضوع جديد، ونجيوكم مرة أخرى من سباس أرتيا العوينة. السباس هذا اللي باش تلقاونا موجودين فيه في الموسم الثاني من برنامج حكايات. حلقتنا اليوم باش تهزنا لزناقي الحومة، باش تهزنا للركشة تحت الحيط في الحومة، لما قدام الليسي. هذا في ظاهره حكاية صغيرة، بعد يبدأوا يكبروا بشوية. أعطيني نجرب كامية، والكامية تولي سيجارو، والسيجارو يولي باكو، والباكو تولي هات. خلينا نجرب الزتلة شنو تأثيرها وشنو تعمل. والشيخة مصطلحات قاعدين نسمعوا فيها. سموم تاكل في شبابنا إلى أن يوصلوا لطريق اللا عودة. كيفاش؟ علاش؟ هل فما حلول؟ وشنو الخطورة الكبيرة اللي تمثلها؟ هل فعلا الزتلة من بين الدروغ اللي ما فيهمش إدمان ولا ما فيهمش خطر الإنسان ينجم يبطلهم وقت اللي يحب؟ اليوم فما آفة جديدة في الشارع التونسي، ليريكا، الاسم هذايا متاع دوالي يتباع في الشوارع، السيرتيفيكات نجم تاخذ الكونسوماسيون تاعك، درجة إدمانه عالية. الأسباب ارتفاع البركاج، الجريمة، القتل، الانتحار، الاكتئاب، وكلها مواضيع نحكيوها اليوم مع ضيفي اللي سعيد جدا انه قبل باش يكون موجود بحذانا، باش نحكيو معاه على المواضيع هذه الكل. سعيد جدا باش نخليه هو يقدم روحه، نحبكم تتعرفوا على ميدان اختصاصه، على النقاط الكبيرة اللي باش نحكيوهم الكل. الإدمان بأنواعه، هذا يمكن الظاهر المخدرات وغيره، لكن فما إدمان آخر تنحكيو عليه من بعد، الرهان الرياضي، القمار بلغتنا، نحكيو على إدمان الموسيقى، كل أنواع الإدمان نحكيوها اليوم مع ضيفي سي ياسين الذوادي. سي ياسين مرحبا. وبيك سي محمد، شرف كبير لي اللي أنا نكون بحذاك. الله يخليك، ونحبك تقدم لي روحك ساعة، خلينا نعرفوا اليوم ضيفي شكون. بيولوجيست دو فورماسيون، ماجستير في البيولوجيا، مع خبرة 12 سنة في مجال صناعة الأدوية، وخاصة مع أطباء النفسيين. هذاك علاش جو مو بيرمي إني اليوم نحكي على موضوع الإدمان، وخبرتي ماهيش كان في التعامل الطبي مع الموضوع، لكن في التعامل الواقعي مع الموضوع مع المدمنين، ومع تجربتي الخاصة في الإدمان. نحييك على هذين، نحييك انك قبلت باش تكشف لنا الجانب هذا يمكن المظلم، جانب اللي العباد في العاده ما يحبوش يحكيوه، التجربه الخاصه. هي غلطة كبيرة، ومن أسباب إنه المدمن ما يخرجش من السيركل نتاع الإدمان نتاعو، إنه يحشم بالإدمان نتاعو وما يحكيش عليه وما يجبدش عليه. ألور كو هي أول نقطة وأول خطوة تخرجك من كالشعور بتاع الإحباط والألم اللي ما تنجمش تخرج منه، إنك تصارح الناس القراب لك والثقات، وإلا الجمعيات ولا الأطباء نتاعك بالمشكل اللي موجود باش تنجم تخرج منه. باش نبدأ الموضوع من أوله. يمكن أنا في التقديم بديته بطريقة بسيطة هكا في الحومة في الأصحاب، تيني نجرب كامية، تيني سيجارو، وين ينجم يوصل الإدمان بمفهومه الكلاسيكي. الإدمان نقطين، شو ينجم يفسرونه سي ياسين الذوادي؟ ابن خلدون قال الإنسان مدني بطبعه، أنا أقول لك الإنسان مدمن بطبعه. عقل الإنسان قايم على دي ميكانيزم يهزوه للإدمان دوبا ما يجرب. فما اللي نسميهم لي سنتر دو بليزير، لي فامو سنتر دو بليزير، هذوما يبداو يستنيوا في الحاجة اللي تجيب لهم السعادة باش يعاودوا يطلبوها. لذا نقول اللي راي المخدرات أذكى برشا من الإنسان. إذا الفضول هزك باش تبدأ، راهو مخك باش يولي يطلب ويعاود يطلب ويطلب أكثر، وتدخل في حلقة الإدمان اللي الخروج منها من أصعب ما فهم. البداية فضول معناها، خلنا نعرف ايش فما. هو باش ما نحصروش الموضوع في نقطة بركة. الإدمان راهو إلي مولتي فاكتوريال، معناتها الفضول، الانتوراج، البريديسبوزيسيون جينيتيك، العائلة، لي ميكانيزم بسيشيك، معناتها الاضطرابات النفسية الموجودة عند البشر، العمر متاع المراهقة اللي هو قايم على الرفض والخروج من تحت سيطرة العائلة والكلاسيكيات، روبيل زعما الجو هذاك الكله.
وبطبيعة الحال توا ثم ديموكراتيزاسيون تاع المواد هذه المخدرة من السيجارو النورمال حتى يكشي الأخطر مخدرات كما الهيروين ولا الفنتانيل ولا الإريكا كما قلت انت. وقتاش نجموا نعتبروا انسان مدمن؟ وقتاش نقولوا الشخص هذا مدمن؟ والله هو راهو فما دي ديفينيسيون سيونتيفيك. راهو الناس اللي سخايب روحه لازم كل يوم يستهلك باش يتسمى مدمن، راهو لا. راهو الإنسان اللي يعمل ستر مرة في الجمعة كل جمعة مدمن. الإنسان اللي يستهلك مرة في الشهر إكستازي لازم يعملك الهربة هذيك مدمن. الإنسان يعمل تمبري مرة في 6 أشهر عنده ريتويل باش يهبط الشمس ويطلع القمرة يتسمى زيادة مدمن. تمبري شنو التمبري؟ سيسنا سياسين تعديت بين البيت اسيت كبير. تمبري هو سيبور بابي يحطوا عليه مخدر اسمه LSD معروف تنحكيوا عليه في حلقتنا بالكدا. باهي دونك الادمان مش مربوط بانه الانسان يستعمل كل يوم ولا اكثر من مره. لا ماهوش مربوط. فما مفهوم علمي للادمان. هو الادمان يسلب حريه الانسان. ما دام الانسان هذاك يمشي يلوج على الماده الفعاله هذيك باش يوصل الحاله النفسيه يلوج عليها المنشوده اللي هي النشوه ولا المتعه ولا غيره، راهو مدمن. باهي الدخان ادمان من أخطر أنواع الإدمان. الدخان اللي هو العادي هذاك علاش صعيب؟ ما هو هذه المشكلة. نحن كي نقولوا عادي فيش الدخان يضر الإنسان ماديا نفسيا جسديا. أنواع السرطان اللي يتسبب فيها الدخان وأمراض القلب وأمراض الأمراض، أنواع الأمراض اللي يتسبب فيها الدخان ليست ما توفيش. الكحول كيف مش خطره غير ممنوع قانونا معناتها ماهوش خطر. أيوة. وهو أول باب يدخلوا منه الأطفال والشباب رحلة الإدمان اللي ما توفيش. باهي نفوتوا نبعدوا على الدخان والكحول بخطوة. تجي الزتلة اللي هي كان في وقت كبير وإلى حد الآن ظل أكسيسيبل أبوردابل العباد ينجموا يلقاوها. ثم كلمة يقولوا زتلة مخدر مش قوي معناتها دروغ دوس. وما فيش إدمان يقولوا راهو. لا، أي مادة تأثر على الدماغ على لي ميكانيزم داكسيون تاع لي نورو ترانسميتور الناقلات العصبية والهرمونات الموجودة في المخ راهي مادة مخدرة تسبب إدمان. كان ماهوش إدمان جسدي راهو إدمان نفسي. أوكي. الباب الأول متاع الدخول لعالم المخدرات راهو الزتلة. هذه الدراسات تثبتوا والحالات الواقعية اللي نعيشوا فيها كل يوم مع المدمنين. الإنسان يبدأ يقول لك هيا باش نعمل جوينو مع أصحابي كميتين يطيروا القلق بشوية يلقى روح في مع مخه طالب نفسيته طالبة إنه يتكيف باش يوصل للحالة المنشودة هذيك. باهي واحدة يدخل في العزلة الاجتماعية، واحدة يولي خالط كان في الناس اللي يتكيفوا كيفه. من بين نتائج من الزتلة ساعة عزلة يجبد روحه ويبعد على الناس بطبيعة الحال ولا يولي كان أغزر. راهو النتائج الإدمان تاع الزتلة عندك فقدان الذاكرة، عندك قلة التركيز، الموتيفاسيونال سندروم معناتها يولي ما عادش عنده موتيفاسيون. يقول لك الزتلة تبخل وما عادش عينه باش يعمل حتى شيء، يولي ديزانتيريسي قلة اهتمام، لين نوصلوا للعزلة الاجتماعية والتوتر والقلق والاكتئاب وحالات من الذهان والفصام ونوصلوا حتى الحالات من الانتحار. بالزتلة وحدها. هذه الزتلة وحدها ودون انها تحل بيبان متاع فضول باش تستهلك مواد اخرى. مازالت لا يلقى روحه في الكوكايين، مازالت لا يلقى روحه يستعمل في الاكستازي، يستعمل في الكيتامين. يولي ماديا ما عادش قادر على الزتلة، على خاطرها الزتلة اليوم ما عادش في المتناول. الزتلة اليوم نحكيو على جرام ب50 دينار. الزتلة جرام زتلة 50 دينار. قداش يشد تقريبا؟ 50 دينار انسان كيف ياكلوا في نهار. معناها الانسان الكيف هذا لازم شهرين فوق 1.5 مليون باش ينجم يوفر مينيموم. دونك لهنا ننتقلوا للاثار نتاعها الماديه والاثار نتاعها الاجتماعيه. يولي يدخل في السرقه، يولي يدخل في البيوع. يا اخي اغلبيه المروجين تلقاه مستهلك ما عادش قادر باش يوفر حق المخدرات نتاعو، يولي يدخل في الترويج. معناتها اذا الباب تحل راهو حل باب جهنم.
معناها الزتلة كان فهمت منك تنجم تكون باب لعدة أمراض نفسية تنجم تحل الباب. هو مش باب، هي بريكورسور متاع مجموعة من الأمراض النفسية، خاصة لما يكون التعاطي في سن مبكر. السكيزوفريني، الفصام، الذهان، اضطراب ثنائي القطب. أي إنسان عنده بريديسبوزيسيون جينيتيك المرض معين نفسي، معناتها سلوك نفسي معين موجود مكتوب في الأديان نتاعو. الزتلة هي ديكلونشور، تجي تلقى انسان حتكشي عمره 15 16 سنه، طفل ديكلونشور عادي. مهم ولا فما ديكلونشور اذا نجم بلاش زتله يعمل في كل شيء، المرض نسو مانيفيست با، ما يظهرش. باهي. واذا استعمل الزتله ايميدياتمون بعد مده قليله نلقاو عنده اعراض نتاع مرض نفسي، يبدا قلت لك من التوتر يوصل حتى يكشي الحالات من الفصام اللي هو السكيزوفرينيا والبارانويا، الوسواس القهري واضطراب ثنائي القطب. وفي 90% من الحالات اللي قاعدين يشوفوا فيهم الاطباء النفسيين تاعنا تلقاو مستهلكين نتاع زتله وتعديوا المخدرات. باش نقول جمله قول لي نجم نقولها والا لا. الزتله المسؤول رقم واحد على الديكلونشمون تاع اغلب الامراض النفسيه، تنجم تقولها خاصة في المجتمع التونسي ومجتمعات شمال افريقيا، وين التراديسيون تاع استهلاك القنب الهندي موجودة من 10 سنين. معني انا توا في بداية حلقتي معك كذبنا نظرية انه الزتلة دروغ دوس ماهيش خطيرة، وانه الزتلة واحد ينجم الاديكسيون نتاعها الادمان نتاعها مش كبير، ينجم يبطل وقت اللي يحب. لا وقت ما يحب لا، وقت ما يحب ما فماش. يعني شوفهم اللي انت شوف انسان كيف الزتلة عنده 5 سنين ولا 4 سنين، وشوف رحلة المعاناة نتاعو كيفاش يبدا يلوج انه يلقى حل باش يبطل، كيما باش يبطل الدخان. يا اخي سهل تبطيل الدخان؟ مش سهل، مش سهل معك. باهي الزتلة اساسا نبتة، هي الزتلة نحن في لغتنا نسميوها الزتلة، هي نبتة لو كانابيس انديان، القنب الهندي. فيها عديد الانواع، معناتها كيما في الزيتون تلقى الشملالي والساحلي وغيره، كيما في الزتلة ثم برشا انواع. فما زوز عائلات كبار، الساتيفا والانديكا، فرق بيناتهم واحدة ترقت اكثر وواحدة تنشط اكثر. اوكي، وفيهم اللي ضحكوا وفيهم اللي هذيك المؤثرات العصبيه اللي موجوده في الزتله، اللي اهمها تي اتش سي، لو تيترا هيدروكانابينول. هو لو برانسيب اكتيف اللي يأثر مباشرة على الدماغ، ويأثر على السيستم الدوبامينيرجيك، ويأثر على السيروتونين في المخ، مما يعطي التأثيرات نتاعها نتاع الاسترخاء والضحك والاوفر ثينكينج، يبدا يخمم في باله يبدع. هذيك الكل في باله يبدع، في باله وهم الكل من بعد بشتله بطبيعة الحال. وإذا نشوفوا البالانس بينيفيس ريسك، معناتها شنية باش يربح بارابور شنية باش يخسر، نلقاو يخسر برشا أكثر من اللي باش يربح. باهي دون قلنا الزتلة القنب الهندي أساسا نبتة. الأمور اللي عندنا في تونس باهي أغزري هي نبتة يعملوا لها ترانسفورماسيون، معناتها يشيحوها، ينحيوا منها البودر هذيك لابولين نتاعها اللي هي تحتوي على البرنسيب اكتيف، ومن بعد نورمالمون لازمها تتعمل في اشكال تسهل النقل نتاعها. تمرة في المغرب ولا صابونة بلغتنا نحن فيها 100 جرام ميزان. لكن الزوز غايات، فما لغاية الحفظ وفما لغاية الربح، يزيدوها دي برودوي دو كوب، معناتها تلقى فيها زيت نتاع موتورات، تلقى فيها بارافين زيت اندستريال، تلقى فيها حرابش دويات نتاع اعصاب بدي بنزوديازيبين. انت تمشي للكاميو وين سنتر دو توكسيكولوجي وتشوف المواد اللي يحلوا فيها على شنو تحتوي، راهو ثم حاجات ما فيهمش بالكل من القنب الهندي، بالكل كلها خلطة شيميك، دروغ دو سانتيز. زيت قلت لي تاع موتورات، فيه زيت موتور على زيت تاع اندستري كيما البارافين على دويات اعصاب. هذا باش ما نزيدوش نخوفوا العباد. انواع البكتيريات والفيروسات اللي موجوده سورتو في التمرك اللي ينقلوا فيه خاطر يتبلع ومن بعد يهبط مع البوراز والوسخ، هذاك يحتوي على انواع تاع دي بكتيري قاتله. اللطف وهذا كل يستهلكوا فيه، وسمو مش غالي ظهر لي، ما مش رخيص بلوتو. قلت لك نحكيو على 50 دينار الجرام في السوق مقارنة بالعالم. ربي نحن في تونس نستهلكوا في أخي بكاليتي بأغلى سوق في العالم. أخي بكاليتي بأغلى سوق، أغلى سوق.
من الزتلة هذه طلعت أخطر من اللي يتصوروا الناس، ها؟ ولا بلوتو من اللي قاعد يتسوق للصورة باش لا نتبعوا مع باناليزاسيون الزتلة. تاع exact. المخدر هذه هي اللي وصلت انه عدد التلامذة اللي يستهلكوا في الزتلة ما بين 13 و 17 سنة من 2013 ل 2021 تضاعف فوا 2. هذه دراسة إحصائية موجودة نحكي على السوق التونسي. فودو من 2013 تلامذة ما بين 13 سنة و 17 سنة، ما حكيناش على البوبولاسيون جينيرال. معناتها عدد المستهلكين متاع الزتلة في تونس إلي إنورم. دونك هي مشكلة متاع صحة موجودة. هذاك علاش وزارة الصحة حطت خطة وقاية من 2023 ل 2027 ولات تعتبر مدمن الزتلة هو مريض مزمن قابل للعلاج. لكن في المقابل حتى كان فما ناس يتفرجوا فينا تو باش يقول لك اوكي كلام باهي الدولة ولات تعتبر، لكن وين آليات العلاج؟ وين آليات التصليح؟ وين آليات الإدمان؟ مش كان الحبس؟ الحبس عمره ما كان آلية للعلاج للمستهلك المخدرة. وهذايا عند الجمعيات والناشطين تاع المجتمع المدني عنا 20 سنة يناضلوا من أجل أنه المدمن يولي يعتبر كمريض. اليوم وقع التجديد على العقوبات للمروجين. أوكي، والمدمنين قاعدين يتسيبوا. المستهلك تو في تونس كي تمشي للمحاكم تلقى المستهلك يمشي يتشد بحاجة، يتوقف نهارين يسألوا على المروج شكون ويتسيب. إلا في حالة العود. أوكي، كانوا عنا مراكز لعلاج الإدمان في تونس سكروا من عندهم سنوات. اليوم قاعدين يعملوا في إعادة تأهيل وباش يحلوا، وفما مراكز جدد. ممتاز. بك تعرف أي خطة للوقاية لازمها فينانسمون، لازمها مال. ثم خطة محطوطة، ثم مراكز كانوا موجودين كما فما حرب هو في البريود الأخرى على المخدرات. حرب كبيرة قاعدة تصير في الشارع على المروجين وغيره. وفما خطة باش إعادة رسكلة الناس المدمنة هذية اللي لا باش نسمعوا بمراكز قاعدة تحل ومراكز جدد قاعدة تحل، وحتى القطاع الخاص باش يدخل في فتح مراكز علاج إدمان. الدولة قاعدة تتعافى من الإدمان. والله أنا المؤشرات اللي نشوف فيهم اللي فما حرب حقيقية على المخدرات في تونس تو، على خاطر مرض استفحل واستفشى برشا، وقاعد دو بلوز اون بلو دو جون قاعدين يتيحوا للمخدرات. نعرفش نحن في جيلنا كانت وقتاش تبدأ نحكيو أبارتير من 18 سنة 19 سنة مشيت للفك. اليوم نحكيو على عباد عمرها 10 سنين، نحكيو على مدارس ابتدائية فيها أنواع متاع مخدرات يعلم بها كالرب. خلت الزتلة تو نجموا نتعداو المخدرات أخرى موجودة بصفة رهيبة في البلاد. باش نقدموا تو أو باش نقدموا زاد من تجربة عشت أنا. يمكن أيامات التالي وقفني أنجون وقال لي راني مدمن ليريكا. ما فهمتوش الحقيقة من الأول، قلت مدمن ليريكا. وتعرف أنا ياسين معناها نجم نقول لك أنا ولد حومة ونعرف معناها، لكن كنت نعرف حاجات أخرين. فما أسامي أخرين ليريكا هذه جديدة. فحكي لي عليها، فحكي لي على تجربته معها. فقال لي راني ما عادش نجم نقوم من فرشي، راني وجايع في بدني الكل، وراني فمه كيفاش في العمر 25 سنة. شنو هي ليريكا هذه؟ الدواء هذا اللي قاعدين ياخذوا فيه الشباب شنو هو؟ أنا باش نحكي لك على الدواء في حد ذاته. وكان تسمح لي نحب نحل باب كيفاش الدواء هذا ولا هو المخدر رقم 1 توا في تونس. ممتاز، عندك الوقت. ليريكا هو اسم تجاري المادة فعالة اسمها البريغابالين. البريغابالين هو أنتي إبيليبتيك، معناتها دواء متاع الصرع، وأنالجيزيك نوروباتيك، معناتها يعطيوه لدولور نوروباتيك اللي هما الوجايع المنجرين على تهالك في الجهاز العصبي في اللينير. اوكي، منين يجيو الوجايع هذوما؟ نلقاوهم مثلا عند مرضى السكر اللي عنده 25 سنه سكر، والسكر بدا ياكله في الاعصاب يعمل له نوع نتاع وجايع يتسميه دي دولور نوروباتيك. نلقاوه عند مرضى سرطان، ونلقاوه عند الناس اللي عندهم مشاكل في النخاع الشوكي وفي السلسول نتاعو، تلقى اونتاسمون فيرتيبري يمثلوا لينير يعطي دي دولور نوروباتيك. لي دولور نوروباتيك هذوما الدواء نتاعهم هو البريغابالين. عدد الناس اللي تستهلك في البريغابالين بالنسبة للمجتمع ما يتجاوز 1% 2% من المجتمع.
اوكي. دونك موجوده ليريكا عندها سنين الله، موجوده في السوق التونسيه. كانت تتوظف في مكان، كانت تتوظف في مكانها، يكتبها ان كارسينو، يكتبها ان ديابيتولوج ولا ان اورتوبيديست في حالات خاصه ومعينه. تريبيا. اوكي. والمده قصيره محدوده. اوكي. باهي. البريغابالين هذه عندنا دوله مجاوره ونجم نسميها الجزائر الشقيقه. الجزائر الشقيقه في ال10 سنوات الاخرى عاشت انتشار كبير لاستهلاك البريغابالين بور بلوزيور ريزون مانيش باش نخوضوا فيهم. خاطر هي فيها كومبوزونت انكسيوليتيك، معناتها تنقص من التوتر، تعمل راحه، الميسكل يرتاح، المخ يرتاح، دونك تخفف الضغط. اوكي. صار ولا رافاج كبير في الجزائر، يستعملوا فيها الفئات العمريه والاجتماعيه الكل، من الصغير للكبير، للمدير للبطال. اوكي. دونك ولا ثم سوق كبيره، ولا الاستعمال نتاعها ملايين الحرابش في الشهر يتباعوا في الجزائر. اوكي. في تونس كان عندنا مصنع ولا زوز يصنعوا فيها. عام 2017 2018 الكونسوماسيون تاع البريغابالين يشوفوا فيها الناس كل ولات فواديس، معناتها الارقام كي نحل انا مثلا في مصنع ادويه نحل باش نشوف البيوع نتاع البريغابالين هذه نلقى مثلا تبيع ب10 مليارات في العام، الور كو السوق ترفع 500 ألف دينار في العام. فما في ظرف عام يتعطاو 13 ترخيص عامين يتسمى اوتوريزاسيون دو ميز سور مارشي، 13 ترخيص ولا اكثر توا باش يتصنع الدواء هذا. 5% منه يتباع في السوق التونسي، والباقي كله قاعد يخرج كونترابوند للجزائر، خاطر فيه ربح ماهول. الحربوشة تتكلف دينار في الفارماسي، يخلط للحد ب10,000. دونك وراهو جو ماش با ميمو امبليكي فيه الترافيك كانوا اطباء وصيدليين، وفما برشا تشدوا. كان نرجعوا ترجع تشوف في رقم مختصة تاو يقولك باهي. ودي كونتربوندي معناتها ناس يعملوا في الكونتربوند، شهادات حية على حاجات واقعية موجودة، ونتحمل مسؤوليتي في اللي نقول فيه. واضح. اوكي. على خاطر مشكل كبير ومانيش مسلطين عليه الضوء. المادة هذه بالذات ثم برشا مواد يعرفوهم كلاسيفيي ريبرتوري قاعد يحاربوا فيهم. هذا قاعد توا ياكل في الصغار آفة كبيرة. من 2018 حتى كشي ل 2020 لجائحة الكورونا التوانسة ما عندهمش في العادات الاستهلاكية نتاعهم الليريك. ثم كان التجار يخدموه والناس اللي امبليكي في الترافيك. وحتى الحربش في عند التونسي ما كانش متداول كان فما انواع اما مصنفين اللي نحن في تونس العادات الاستهلاكيه نتاعنا الشعب التونسي شعب اتكاري ويشرب برشا. هذا معناتها الادمان على الكحول وعلى التكروري ولا نسميه في الزعتر. هذا من اما اللي كان يستهلكوا الحربش كانوا منبوذين. تعرف الفلاحون نعيطوا لهم حرباش، هذيك ما يخلطوش. كانوا شويه دي بنزوديازيبين لارتان كيما نسميوه ولا الباركيزول، شويه ترونكسين، شويه ريفوتريل، واللي يستهلكوا فيهم تلقاهم جينيرالمون اللي منبوذين في اي حومه وماهوش موجود في الاحياء الراقيه، موجود في احياء شعبيه عند الناس اللي تبراكي ولا ما عندوش قدره شرائيه وكهو. بعد الكوفيد كي جي الكوفيد شنو صار؟ الحدود تسكرت. جينا نلقاو رواحنا ديزانفستيسمون تاع 10 مليون دو دينار نتاع دويات قاعده تتصنع، نتاع مارشي نتاع مليار دوات ما عادش ستوك عندك هون ومش قاعد يخرج. من 2021 لليوم انا من تجارب خاصه ومن شهادات عند أطباء نفسيين ومن معباد نشوف فيهم كل يوم، الإحصائيات مش واضحة، لكن ناس في الفاك دي زيتوديون تلامذة في الليسيات، بنات ولاد كبار صغار يستعملوا في الليريكا. ولات هي لا دروغ اون فوغ، هي واختير ليريكا من أخطر المواد اللي موجودة حاليا. علاش؟ ليريكا أول باب لا ديبوندونس معناتها الإدمان عليه سريع جدا. au bout de deuxième troisième prise
راك باش يولي عندك اعراض انسحاب، سندروم دو سوفراج. واعراض الانسحاب نتاعو مشابهه باعراض الانسحاب تاع الهيروين ولا لي زوبياسيل الاخرين، معناتها الفانتانيل ولا المورفين. شنو هو الاحساس اللي يحسوه؟ اول باب التوتر والقلق والاكتئاب، هذوكم مفروغ منهم، وجايع كبيرة في البدن. ثم واحد يفسر لي قال لي ريت الجمرة كي تبدأ شادها في يدك، أنا ذيك نحس فيها في عظامي الكل، حس في بدنه قاعد يتحرق. حاجة أخرى من أعراض الانسحاب ومن أعراض الاستعمال نتاعها، هي تعمل ديكونيكسيون مونتال، معناتها يخرج من البعد اللي هو فيه. أوكي. الرغبة في القتل تولد عنف كبير ياسر ياسر ياسر. ليريكا تعطي رغبة في القتل؟ أي من أكثر المواد اللي استهلاكها يولد عنف أكثر حتى من الكوكايين. يجب بيرمي دو دير سا، حتى كان ثم دراسات متضاربة، خاطر الدراسات العلمية فيما يخص المواد، خاصة المواد اللي تصنع لغايات علاجية، راهم فيهم الرأي والرأي المخالف. داكوردو. دونك الحالات متاع العنف اللي يوليو قاعدة تكثر في البلاد، البركاجات، جرائم القتل البشع اللي ما كانتش موجودة في المجتمع التونسي، وفي العائلة في حد ذاتها، وقتل الخو وأم وأبوه. هذوما من المسؤولين الوالع عليه هو مادة البريغابالين اللي موجودة تحت توا برشا مسميات. الليريكا هو اسم البرانسيبس، هو اسم أول أدوية صناعة، لكن توا موجودة تحت 13 ولا 14 اسم في السوق التونسية. ومش كان السوق التونسية باش يوريك اللي الاستهلاك كبر برشا، ولينا نجيبه من ليبيا، ولاو لي كونترباندي يجيبوا، ولينا نحن السوق طالب. أي السوق هذا طالب، على خاطر في تونس أكثر دوزاج موجود هو 150 ملغرام. هي الليريكا فيها 75 ملغرام و 150 ملغرام، هذا الموجود في السوق التونسي. ما عادش تكفي، ولا يجيبوا في 300 في 300 ملغرام من السوق. واللي يستهلك 75 قداش تشدوا مثلا؟ لي أغزر لاكوتيومونس ولا توليرانس في الليريكا راهي حاجة تمشي بفيتيس جران في. معناتها اليوم خذيت 75 ملغرام عطاني لي في، غدوة راهو ما عادش يعطيه، لازم ناخذ 150. الجمعة اللي بعدها لازم ناخذ 300. اليوم نشوفوا في حالات ياخذ في 1 و 2 جرام، معناتها 10 مرات لا دوز توليري للطبي في الوصفة الطبية في اللوردونوس. سياسيين هوني والله باش نرجع لك للموضوع الطفل هذا اللي وقفني وحكي لي على مشكلته مع ليريكا. قال لي كلام بين لي غريب شويه، قال لي نوصل راني في النهار ناخذ بلاكه وبلاكه ونص واكثر، وهذاك يكبر في الريسك نتاع الاوفردوز، ينجم معناتها في بريز معينه يتعدى. معني شوفش اللي فهمته منك ليريكا تنجم كيما توصلك الاوفردوز تموت وحدك، كيما الاكتئاب والانفصال على العالم، كيما النية في القتل ولا الرغبة في القتل. الرغبة في القتل، لا فيولونس، العنف يولي كبير، خاصة كي ما ياخذش من أعراض الانسحاب نتاعو. قلت لك من أخطر الأعراض نجم تقارنها بأعراض الانسحاب تاع الهيروين ولا أكثر. والهيروين من أخطر الحاجات زاد ظهر لي بطبيعة الحال، مصنفة في التوب 3 متاع المخدرات اللي عندها آثار على الصحة الجسدية النفسية والمجتمع. كي نقول له الصحة الجسدية بربي خلينا نفهم مش معنى الصحة الجسدية، معناتها نحكيه فيزيكمون، تضرب القلب، تضرب الكلاوي، تضرب الكبدة، تضرب النظر، هذوما نحكيه صحة فيزيك. والصحة النفسية نحكيه على الاكتئاب ومحاولات الانتحار والفصام والذهان، هذوكم الكل. اللي دروغ هذوما اللي قاعدين نحكيه عليهم الكل، مزتلة للكل، للليريكا، الهيروين، الكوكايين، الاكستازي، عندهم اثار جانبيه سيور اللي قاعدين نحكيوا عليه، عندهم تاثير على القدره الجنسيه بطبيعه الحال. ما فماش لي دروغ كلهم يلاجيس على سكون ابيل لاكس هاش بي جي، اللي هو لاكس المسؤول فيه الغده الجنسيه. دونك حتى الكوكايين اللي يقولوا هو منشط جنسي، هي لي بريمير بريز المرات الاولانيين ينشط، لكن بعد توصل انك تفقد الشهوة الجنسية وما عادش تخلط للنشوة. هذا بالنسبة للراجل يأثر على الهرمونات الجنسية كما التستوستيرون عند الراجل والإلهاش والFSH عند المرأة، على القدرة على الإنجاب. الزتلة من أول الآثار نتاعها إنها تنقص في التوم تاع التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة. دونك التأثير على القدرة الجنسية هذا مما لا شك فيه في أي نوع متاع دروغ.
وبالرغم اللي ديما المرات الاولانيين من الغايات الاستهلاك خاصه في اللي دروغ دو سانتيز، اللي دروغ شيميك كيما الاكستازي والجي اتش بي وغيره، راهو هو التجارب الجنسيه الغير اعتياديه، معناتها اللي تسمى جينيرالمون لو كيم سيكس، معناتها الجنس الكيميائي. لكن مما لا شك فيه انه اولونكور بعد مده من الاستعمال القدرة والشهوة والنشوة باش يتضربوا مباشرة. فما اسم قاعد يدور زاده وسمعنيه وتقال عليه مثلا انه المخدر اللي استعملوه للارهابيين ولا اللي كانوا لقاوه في برشا ديكوم تاع الارهاب، الكبتاغون، وقالوا حتى من فترة فما حاجز كميات كانت باش تدخل تونس ولا حاجة. الكبتاغون هو اسم تجاري، باهي حربوشة الشجاعة، حربوشة المجاهدين، هذه هي متكونة من الفينيتيلين اللي هو أثاره تشبه برشا الميثامفيتامين. هو كان دواء متاع اكتئاب في الستينات، والميثامفيتامين عنا في التاريخ انه هتلر استعملها في الجيش نتاعو في الحرب العالمية الثانية. علاش؟ أيوة. على خاطر تفقد الشهوة، شهية الماكلة، دونك نجم تعدي 24 ساعة أو 48 ساعة ما تاكلش وانت في حالة حرب، ينشط، تفقد الشعور بالخوف وتولي عندك رغبة في القتل. هذوما أثار مباشرة تاع استهلاك نتاع الميثامفيتامين، ومن جملتهم الفينيتيلين اللي هي المكون الأساسي تاع واحد تاع الكبتاغون. والكبتاغون انتشر برشا كما قلت انت، حربوشة المجاهدين من الحرب نتاع سوريا، وكما سمعنا لي ثم أنظمة تصنع فيه وتصدر فيه باش تمول الحروب اللي حروب الحرب تستهلك برشا فلوس، ما تستهلك برشا فلوس يمولوا فيها. وراو حاجة أخرى نحب نقولها على الزتلة بالذات والكوكايين تو. باش نجيب الكوكايين تو. الزتلة والكوكايين تشوف أهل الاختصاص من الفرق المختصة في تونس راهم يمولوا مباشرة في الإرهاب. راهو الإرهابيين والجماعات الجهادية في العالم الكل باش تنجم تمول حروبها تلتجئ البيعان المخدرات، وهذا مش من اليوم، راهو من عبر التاريخ. باهي الكوكايين الادمان نتاعو خطورته وكل اللي هو زاد ولا منتشر؟ كوكايين هو مش منتشر بركة معناتها في تونس. قلت لك المخدرات الكل راهو تضاعف الاستهلاك نتاعها في العشرية الأخيرة، معناتها بصفة رهيبة. ولات ديموكراتيزي، ولات اكسيسيبل، ولات موجودة، ولات باناليزي لعدة أسباب زادة، ولا حتى قبل كنا نخافوا منها تو ولات كما يتفاخروا بها. أوكي. الكوكايين من أخطر المخدرات الموجودة. برشا ناس يقولك ما فيهش إدمان، ألوركو الإدمان النفسي نتاع الكوكايين من أخطر أنواع الإدمان، ومن أصعب أنواع العلاج هو علاج الكوكايين. وكيما في الزت حكينا على برودوي كوب، راهو كان لقيت 5% كوكايين فك الستر اللي تشم فيه راهو بوكباي. مش رخيص زاد ظهر لي، نحكيو على 300 دينار الجرام لموين. ثم عباد تستهلك في 5 و10، ثم ناس تستعمل في الكراك معناتها يطيبوا فيه الكوكايين، معناتها لازموا 20 و25 جرام في ليلة يطيبهم باش ينجم يخلط للنشوة اللي حاجته بها. والمشكل وين اللي هو كما قلت لك ولا اكسيسيبل لكل الفئات العمريه. قبل كان ريزيرفي للطبقات الغنيه في بلايص معينه، اليوم تمشي لاي حي شعبي باش ما نسمي حتى حي تلقاها على قارعه الطريق معناتها موجود. هو مش رخيص معناها هذا يولد حاجات، يولد لو بزون تاع تجيب فلوس. هو هذاك لو سيركل راه كيما حكينا بكري على اللي يبدا مستهلك يفهم مروج. كيف التفكك الاجتماعي والاسري اللي موجود راهو إلي دو بطريقه مباشره للاستعمال للي بوزوان فينانسي اللي تخلقوا لاستعمال المخدرات. بالتجربه وانت ما 12 سنه تبارك الله تجربه في الميدان وقريب من شهادات وتيمونياج وكل، ريت حالات تاع خراب عاشوهم ناس بسبب الادمان، اللي خسر فلوسه، اللي خسر عائلته، اللي خسر صحته. بطبيعة الحال أغزر أنا توريت لهنا باش ما نقعدش نحكي بالمخدر راهو بالنسبة لي أنا المخدرات الكل في نفس الشكال. من المخدرات المادية هذه ذات لو الكوكا والهيروين اللي ولات منتشرة، اللي ولا عنا ماشي برشا وجايين على تركيا اللي هي
الرومبوان متاع تجارة الهيروين في العالم ولات في تونس ما كانتش موجودة الهيروين، تو ولات زاد موجودة، ولا مشكل متاع الصحة. وذاك علاش نشكروا سنتر الديكتولوجي اللي في الرازي انه وفر المواد اللي تسمح بعلاج الادمان على الهيروين اللي ما كانتش متوفر في تونس واليوم ولات موجودة. الكلهم عندهم اثار مباشره على النسيج الاجتماعي والنواه نتاعو الاولانيه اللي هي الاسره. خاطر الاستهلاك اول حاجه يعمل مشاكل نفسيه، المشاكل النفسيه تولد عنف وتولد اضطرابات اللي تاثر على تماسك الاسره، يسبب مشاكل ماديه. اي انسان قال اجبد ما ترد جبل تتهد، مهما كان عندك ومهما كنت تخلص، ما كانك انت مع مكبل بالمناط متاع الادمان، راهو لازمك تجيب الفلوس من اي بلاصه. ندخلوا في السرقه، ندخلوا في انه يسرق عائلته، انه يولي يعنف والديه باش ياخذ، ولا اخواته، ولا اللي هو. واكثر من هذا الناس اللي تولي تخرج للشارع كمجرمين باش يفكوا ويسرقوا ويبيعوا، باش معناتها التاثير نتاع ادمان المخدرات راهو تاثير مباشر على التماسك الاسري وعلى المجتمع. واضح به. قل لي سياسي بيان نزيد حاجه، خاطر نحن من بكري نحكيو على المخدرات، راهو ثم انواع اخرى نتاع ادمان تاثيرها زاد على التماسك الاسري والاجتماعي كبير. لا باش نجيو قبيله قلت تنابر LSD. هذا LSD هي شنو هو؟ اسيد ينتجوا فطر ينبت على الشعير. اوكي. الفترة ذي اكتشفوا سي دكتور هوفمان عرض انه يلوج على دواء وكذا واستعملوا على روحه وكل. الناس تقول لك LSD ما فيش ادمان. صحيح، هو ماكش باش تمشي تاخذ LSD انت كل يوم بصفة الادمان متاع انك تاخذ حاجة كل يوم، لكن LSD تنجم من الجرعة الاولانية تتعدى ما ترجعش، بلغتنا نحن تموت ويهبل. لوفردوز كيف يا اخي. انت توا اللي يستهلك في تمبري يا اخي يعرف هو شنية في وسطه، يعرف قديش فيه دوزاج، واللي قاعد يحط في التمبري هذاك ويجيب له فيه بالك شيميست قاعد في لابوراتوار. ما هم نحكيو على مروجين مخدرات، يجي يحط قطر هكا يعديهم بسباتول، تنجم تجي عندك انت 800 ميكروغرام نتاع LSD تتوفى. دونك راهو المرة الأولى هي اللي ما لازمش يتيح فيها العبد مهما كان نوع المخدر. ما تستسهلوش المرة الأولى، ما تستسهلش المرة الأولى. الفضول يهز للهاوية في ميدان المخدرات. فما فيلم اسمه الفيل الأزرق، شفته؟ أي فيلم مصري فيه جزء الأول جزء الثاني. فما الحربوش هذيك الفيل الأزرق موجودة ولا فيلم؟ لا موجودة. هو الفيل الأزرق يحكي على موليكول اسمها DMT. لا DMT هي يقولوا انها الهرمون اللي ينتجها المخ لحظة الموت. اوكي. هي موليكول برانسيب اكتيف موجود في شوية نباتات، خاصة في امريكا اللاتينية وفي اسيا، حتى في تونس ثم نباتات موجودين مش باش نسميهم. ايوه. لا DMT عندنا نباتات هنا في تونس بطبيعة الحال. الفلورا نتاعنا فيها مجموعة من النباتات اللي فيهم مواد تهلوس. كان عندنا الخشخاش في تونس، وعندنا الكوخرة، وعندنا غيره، والتكروري. ثم نباتات في وسطهم مادة DMT هذه، لكن الاكستراكسيون بتاعهم انك تنحيها مش سهل، لازم انسان خبير في الموضوع. لا DMT يستهلكوها، ثم اللي يتكيفوها وفما اللي يشربوها معناتها في تيزان، والا ما قصرتش الصناعات وعملوا منهم حربش. وشو مفعولها؟ هو المفعول متاع DMT انك ترجع مفعولها ساعة ما يدومش برشا، 10-15 دقيقة ماكسيموم، اما تشوف فيهم حياتك الكل. ترجع كأنك تولدت من الاول للحظة الموت نتاعك. 50% من اللي يستهلكوها يا اما بعد ما يستهلكوها يقتلوا رواحهم ينتحروا، يا اما يهبل يرجع فاقد المداركو، والا فما يمنع ناس اللي يمنعوا هذوكم. هاكا يقول لك عشت تجربه معناتها فيزوال عمري ما عشتها قبل، لكن ماهيش متوفره. ماهيش متوفره. عند في معناتها في
العادات الاستهلاكيه نتاعنا نحن في تونس ماهيش موجوده، ماهيش منتشره. نحن سألنا عليه من منطلق الفيلم، على خاطر شفنا اللي تريب اللي يدخل فيهم الفيلم وين يهزنا وفيل وطاير وحاسيل وامور. لي تريب فيزويل هذوك موجودين في برشا مخدرات، حتى الجرعه الزايده نتاع الليريكا تعمل ديزاليوسيوناسيون، تعمل تهيؤات بصريه وتهيؤات سمعيه زاده. هذوما من الاثار المباشره نتاع المخدرات نتاع لي بسيكيديليك الكل اللي هما اللي جايين من الفطريات كيما ال دي بسيلوسيبين وغيره. والليريكا عندها تاثير زاد على الفيزوال. نقطة التقاء الحاجات هذوما الكل في الخايب هي المضرة. في المقابل المنشود منهم الكل هو رحلة البحث عن الشيخة. فهل هي بالحق شيخة؟ أغزر هو ساعة الشيخة كلمة تونسية لكن هي متعة ماهيش سعادة. هرمون السعادة هو السيروتونين، وهرمون المتعة ولا الهرمون دو بليزير هي الدوبامين. المتعة هي حاجة لازمها ستيمولوس، لازمها تأثير خارجي وتوفى في الوقت بعد استعمال المؤثر الخارجي. والسعادة هي إحساس داخلي يجي من حياتك، من الرياليزاسيون دي زوبجيكتيف، من العلاقات الاجتماعية، من الماكلة البنينة، من هنا حكيت على لي سونتر دو ريكومبونس. حاجة لي سونتر دو ريكومبونس هو تو تورن اوتور دو سي سونتر دو ريكومبونس. المخ وحده ينتج دوبامين وينتج سيروتونين بالحياة العادية وشنية اللي فيها كل لجور اللي انت تعطيه جرعة من برا ويذوقها يولي طالبها من برا، ما عادش ينتج ناتورالمون، يكتفي باللي عنده هذاك وما عادش يأثروا فيه الحاجات اللي كانوا يلزوه باش ينتج الدوبامين والسيروتونين وغيره، يولي ما عادش يعملوا له حتى شيء. وهذاك اللي سبب الإدمان. هوني ما شاء الله عليك سياسيين الذوادي، حكيت لنا من منظور قرايتك التجربة الميدانية وكل، لكن هوني وظفت شوية من التجربة، قلت لي عشت تجربة. ريت اللي حكينا عليهم الكل أنا جربتهم الكل. هذوما الكل ومش جربتهم، عشت معاهم رحلة نتاع إدمان طويلة وعريضة، ونجم نحكي لك معناتها وانا متمكن من الموضوع كيف ما يلزم من الاكستازي للكيتامين للكوكايين للزاتلا للSD للميثامفيتامين ليزامفيتامين ديتورنمون نتاع انواع الادويه الكل من ترامادول لبريغابالين الكل. انا انسان عندي فضول كبير ياسر خلاني نعدي 25 سنه رحله ادمان تعمل 66 كيف 25 سنه مدمن. اي هوني باش نغزل الباهي في هذا انه ينجم يخرج العبد من بعد من الادمان. ما فيهش كلام، راهو الخروج من الادمان قد ما هو صعيب على الأوراق، قد ما راهو كي تتخذ القرار وتمشي في الخطاوي الصحيحه ومع بيان اونتوري راك تخرج منه. عايشني اول ايامات اللي قلت باش نبطل فيهم، اول ايامات الاقلاع عن الادمان، عايشهم لي وجيعه خوف عصب بكاء، كيفاش يعيش اول باب هو الساعه لا بريز دو كونسيونس، انك تقف وتقول انا انسان مانيش حر، حياتي ماهيش ملكي، صحتي قاعده تيح. معناتها اذا لا بريز دو كونسيونس هذيك صارت، رد بالك تخمم اللي انت وحدك ثم آلاف كيفك. اول باب من فوا خممت اللي انت فما آلاف كيفك، راهو تعمل الخطوه اللي بعدها اللي انت لازمك تمشي تحكي على الموضوع الأهل الذكر، تبدأ بالعائلة المقربة، بصديق، بإنسان عندك فيه الثقة، خاطر هو مناش يخاف المدمن، يخاف من الجوجمون، خاف نقول لك يا تصويرتي الاجتماعية ولا ثم رغم انت وقتها تقرا فيه شيء هذا. نقرا ونخدم ونعرف كل شيء، وهذا ما يمنعش انك تطيح في فخ الادمان. وراو كما قلت لك سي مولتي فاكتوريال، فما معناتها حاجات داخلية وثم حاجات خارجية تهزك للموضوع. واول باب يبدا بسيجارو. ثم اللي يقف بعد السيجارو في كعبات، وثم اللي يخلط بها للآخر. من سيجارو 25 سنة إدمان. 25 سنة أنواع المخدرات اللي موجودة في البلاد واللي مش موجودة استعملتها ونعرفها وعشت معاها. باش نسكر هذا باش نسكر هذا باش نحكي معها إنسان مجرب وعاش هذا. لو تقول الواحد يتفرج فينا تو واحد بدأ في أول الثنية بسيجارو بكميتين سيجارو زتلة، شو تقول له؟ نقول له اهرب، راك توا
اسهل برشا من بعض، وراك حليت باب ماهوش باش يتسكر، راك باش تخرج من الادمان ماهوش سون سيكيل. راهو الضربات الدمغات والجرحات والسيكاتريس موجودين، لكن تتعافى منهم. وكل ما تزيد نهار في الادمان كل ما لي سيكاتريس يغرقوا، وكل ما الاثار تكون اكبر، وكل ما الخروج يكون اصعب. لكن الحمد لله فما الخروج. ابدا اليوم ريت لا تقول غدوة لا بعد غدوة، اليوم أبدأ وبرا امشي الأول واحد. عندكش ثقة في واحد من أنتوراجك برا امشي للطبيب. اليوم فما جمعيات، فما أطباء نفسيين في تونس تبارك الله عليهم، صحيح. ويعرفوا يتعاملوا مع الوضعيات هذه بالكدا. واليوم كما قلت لك ثم خطة كاملة وقائية وعلاجية من وزارة الصحة التونسية. يعطيك الصحة مرة أخرى سياسيا أنك تبارتاج معناها التجربة متاعك. 25 سنة مسيرة، ويكفي أنه العبد يتصور شنو عشت، شنو تعدى عليك، شنو الليالي اللي شفتهم، ونتصور حتى الخروج ما كان سهل. لكن الحمد لله اليوم موجود، لاباس، بعيد على الدنيا هذه. نزل الدخان إن شاء الله ربي يسهل لك وترتاح منه اللي بدينا منه نكملوا به بإذن الله. في هرم المخدرات لو نحط في القمة، في هرم الإدمان في القمة، شو نلقى؟ ثم تصنيفات علمية. تصنيفات العلمية يجيك يقولك لي زوبياسي من الهيروين، فما الفانتانيل اللي هي رقم واحد في العالم اليوم، خاطر اللي في متاعها 100 مرة قد الهيروين. وتبدأ تدرج من الفانتانيل، الهيروين، الكوكايين، الكحول في المرتبة الثالثة ولا الرابعة من على الشرع. الكحول القنب. لكن أنا نصنف المخدرات الكل في ليني دروات، على خاطر ما فماش مخدر ما عندوش تأثيرات صحية نفسية مادية واجتماعية على المستهلك نتاعو. فما إدمان أخطر منهم؟ فما برشا أنواع متاع إدمان مخترة ما حكيناش عليها، كيما إدمان الرهان الإلكتروني اللي توا زادا. أنا نحب ديما نحكي اليوم من منطلق تجربة ومن منطلق حاجة وليت موجودة برشا في المجتمع التونسي. القمار خويا راهو إدمان بمعنى الإدمان بأتم معنى الكلمة. هو القمار ثم سيكل. هو شنو تحط فلوس باش تربح. كان ربحت ركاينك شميت 10 جرامات كوكا، الدوبامين يترشق في المخ. وكان ما ربحتش تصير فرستراسيون. الفرستراسيون تعطيك انفي باش تريكومبونسي، باش ترجع، تعاود تحط فلوس مرة أخرى. وهذاك السيركل يقعد يدور فيه ووقت تعرف الدوامة هذيك وين توصل. ايش يحكي المخ الإنسان اللي قمر؟ ايش يحكي له وقت اللي يربح؟ شي يقول له؟ وقلت لك هو يقول له زيد العب راك باش تعاود تربح. هو ما عادش يحب على الربح. راهو القمارجي ماهوش يلوج في الربح، راهو مربوطة باللي سونتر دو ريكومبونس اللي حكينا عليهم. كان ربح قلت لك سيكريسيون تاع دوبامين فونتين بيك هذيك. حتى المخدرات اللي حكينا عليهم كيما الكوكايين ما توصلوش غادي. دونك يولي سونتر دو ريكومبونس طالبها. اوكي نحن نقولوا القمارجي يدخل في ادمان لا بوسيبيليتي، معناتها هو ريتكل ملي حط للريزولتا هو غادي شيخته. اوكي كان خلط ربح باف، وكان ربح باف باش يولي يحب يعاود، باش يحب يعاود اكثر. وكان ما خسر باش تصير له فرستراسيون ستريس انفي دو ريكومبونس دو كومبونساسيون بلوتو، وباش يرجع باري مره اخرى ويقعد في السيركل هذاك. موهوني واحد تو يتفرج ولا انا مثلا يجيني سؤال يقول لك يا سيدي ربحت اخرج رابح، ولا خسرت مليون مش لازم تخسر 10 ملايين، ما تخسرش فلوسك الكل. هذا المنطق، هذا تفكير عقلاني منطقي تاع انسان متفرج ومتفرج ما عادش. ايوه متفرج والمتفرج فارس. الور كيما قلت لك الادمان فيروس ذكي برشا ومخطر برشا، يبدل لي بارامتر الكل. ما فماش معناتها العقلانية والمنطق هذا كل مع لو سيستيم دوبامينيرجيك ما عنده حتى علاقة. اون بلوس مثل مراكز المنطق في المخ، معناتها تولي تشوف ما عادش فما نفس النوسيون تاع المنطق. ما عادش لا ما عادش هي دي. نجم نقول اللي يقمر مهما يربح خاسر بطبيعة الحال. مهما يربحش باش يربح هو
كما قلت لك اصلا الاوبجيكتيف نتاعو ما عادش يربح، ماشي في باله هو يلوج على الربح، اما هو مخه يكركر فيه باش يعيش هكا السونساسيون تاع البليزير هذاك. واليوم نحكيو نحن ترانا في دولة أو في البلدان الغربية والبلدان المتقدمة اللي فيها موجود ومقنن القمار من أول الدنيا، ثم معناتها كازينو حاجة، لا فما دي سونتر لاهين بالجامبلينغ وفما ريسبونسبل جامبلينغ وثم قوانين. نحن قطاع مسيب في النوار كيما ليريكا موجود في كل تركينة في البلاد، ياكل في برشا فلوس من الاقتصاد والثروة الوطنية والله أعلم من ماشيين، يوم بلوس قاعد يدمر في برشا عائلات ويلز العادات متاع حتى في عند الموظفين، ولات برشا خيانة مؤتمن وبرشا سرقة وبرشا كوربسيون، الرشوة زادت وكل على خاطر الناس طاحت في فخ إدمان جديد غير مقنن. هو الهدف منه الربح السريع هذيك من الاول، لكن بعد يتيح فيه كيما الهدف من السيجار الاولاني الضحكه، كيما الهدف انه في القمار يربح، راي هذيك حصيله والخروج منها صعيب برشا. تعرفش عباد خسروا حاجات كبيره مثلا؟ نعرف عباد خسرت حياتها، نعرف عباد خسرت عائلاتها، نعرف عباد خسرت خدمها اللي هو كلاسيك. راهو ليزولاسيون العزله الاجتماعيه ساعه اول باب هذا ما عادش عينه باش حتى حد البرا، ماذا بيه خاصه كي ولا في تليفون، ماذا بيه راسو راسك التليفون قاعد يلوج على الرب. النهايه العاديه معناها، النهايه الكلاسيكيه معناها اذا بدا تعرف وين باش يوصل. ظاهره تاك الحيط هاك مقابلك، الحيط مقابلك. ايه شبابنا مسكين ضحيه تاع برشا حاجات، ضحيه تاع المخدرات، ضحيه متاع الادمان بانواعه اليوم اللي موجود في الطريق، ضحيه متاع القمار اللي ولا في التليفونات كيف ما قلت، وسجلوا في الحومه والسجلوا اللي قبل ما تدخلش وانت صغير في عمر معين ما يدخلكش، وكي تدخل تعمل دخله وخرجه ايفينمون بالنسبه لك انت. لكن فما حاجه ظهر لي اوتر، وهوني ذالي باش نلبسوا كاسكيت اخرى تاع ياسين الذوادي. نقلبوا الكاسكيت ياسين الذوادي لو يقدم روحه في التروازيام اكس اللي باش نحكيوه توا، الموسيقى وعلاقتك بالموسيقى. كما تعرف ما قلنا اللي الإعلام والفن والثقافة بصفة عامة عندهم دور محوري في نهوض بالشعوب ولا انحطاطها. أوكي، أنا كنت في ميدان الراب من عام 2002 موجود في الموندو الاندرجراوند، اللي موندو الراب كله كان اندرجراوند قبل الثورة. كان عنا انمي واحد اللي هو النظام تاع بن علي ونظام بوليسي. النقد كان موجه للنظام هذاك وللظواهر الاجتماعية الموجودة من ظلم، قمع، قلة حرية، حرقة، هذا هو. والراب كان موجود اوكي، اما ما كانش بالحجم اللي فيه الراب تاهو. هو موجود بالحجم، لا ميدياتيزاسيون ما كانتش موجودة على خاطر ما كانش فما يوتيوب، التلفز والراديوات ووزارة الثقافة والمهرجانات كانوا مانعين الراب، وكانت حرب متواصلة معاهم باش نفرضوا الراب هذاك. ومن قبل الثورة نجمنا ندخلوا للوسائل الإعلام وللمهرجانات في تونس. شنو اللي صار بعد الثورة؟ شنو اللي ديكليك هذا؟ بعد الثورة جات نسمة الحرية ودخلت وسائل التواصل الاجتماعي ولو فامو يوتيوب، معناتها منصة اللي باش نحطوا عليها البرودوي متاعنا من غير تدخل متاع راديو ولا تلفزة اللي ما كانوش اكسيسيبل للناس. اوكي. في الوقت هذاك ونجم معناتها كلامي ثم برشا ناس شاهدة موجودة ناشطين في المجتمع المدني ولا حتى سياسيين ولا رابورات أخرين، صارت حرب شوارع. الحرب شو تقول؟ ثم فكر قعد يحب يحافظ على لونجاجمون تاع الراب هذاك والرسالة هذيك والإيماج نتاع الرابور التونسي اللي ما كانش يشبه للرابور الأمريكاني ولا الفرنساوي خاطروا منتوج تونسي. وفما ماكينة كاملة خدمت باش تقضي على النوع هذاك من الراب وتطلع نوع آخر مستورد يبيع في الإيماج نتاع مدمن المخدرات السوبرفيسيال اللي عنده برشا ذهوبات وبرشا فلوس، والباندي اللي عنده فرد وسكينة. فما ماكينة قلت لي خدمت بطبيعة الحال. شكون الماكينة؟ من يقف وراءها؟ ماكينة متكونة من برشا عباد. أنا نتذكر ثم منتجة أجنبية جات في 2012 لتونس عديت عام كامل. عام كامل، ودايور هذه لازمها حلقة وحدها
مش نحكيو على شنو اللي صار. ملايين الدينارات تحطت اترافير ديز اسوسياسيون وشركات انتاج اكران. ملايين دينارات معناها نحكيو على مليارات. ملياردوات من المليمات. اي تحطت والفلوس محطوطه واستوديوهات فلوس تحطت خدمة للراب. شنو هو المقابل؟ شنو المقابل؟ هو اولا الراب تعرف اللي هو اوتي تري بويسون اذا يوظفوه السياسيين. باهي واضحين؟ باهي. دونك صارت انسترومنتاليزاسيون دو راب في مصلحة السياسة. وديجا فما معركة كبيرة صارت في تونس وصار فيها ضارب ومضروب على خاطر ثم شكون عمل تاج لفائدة حزب نداء تونس وغيره. ايوه كانت ثم ناس محافظين خلينا نسميوه تيار كونسيرفاتور، وفما تيار يدعي انه تجديدي الور كو وراه ماكينات اعلاميه. قبل انت تعرف يا اخي خلينا نسمينا شويه رابوريت مثلا ثم اولد ناين سكول بازا تيغا والا فايبا وماتسي ما كانوش يتعديوا في الاعلام في الوقت هذاك. الور كو اسامي اخرين يبيعوا في تصويره الرابور اللي يستهلك والحومة زعما هو هذيك ليماج اللي تنجح هذيك تبيع كإكزامبل نتاع نجاح. واليوم وانت تعرف مليح اللي الطفل والمراهق راهو يبني شخصيته من العائلة ومن المجتمع الانتوراج ومن اللي زيدول اللي يأثروا فيه والتأثير متاعه عميق معناها الفلوس هذه تحطت خدمة للحياة السياسية من جهة من جهة ومن جهة أخرى لتفكيك مجتمع اللي ثم عملية كاملة ممنهجة. وعلماء الاجتماع نتاعنا ثم دراسات ونطلبوا منهم انهم يزيدوا يعملوا دراسات والشهادات والإثباتات موجودة باش يشوفوا يفهموا كيفاش صار تفكيك ممنهج للنسيج الاجتماعي الأسري التونسي. ومن لي زوتي بويسون اللي استعملوهم هو الراب خاطرو أقرب نوع متاع فن يأثر في الصغار ويعملوا فيه ايدنتيفيكاسيون. يشوف روحه فكر الرابور هذاك اللي مقابله وكي يشوفوا هو راهو كلام كتير هذا ياسين. لا هذا كلام واقعي معناها هذا واقع معناها هذا فما ناس يهد عليه فما ناس يطلع يقول لك كلام صحيح كان فما شكون يطلع يقول لك كلامك مرحبا به نجم ننظر اي واحد وقلت لك نحكيه مش بالكلام وقتها كي نحكيه بالوقائع بالتاريخ بالاسامي فما كل شيء بطبيعة الحال. معناها فما فلوس تحطت من برا تحطت فلوس من برا تعديت اترافير ديز اسوسياسيون دا شركات انتاج وتحطت هذيك وناس تطلع في الاعلام وناس لا وسي فولو وخاطر توا يتشدق يقول لك لا نحن نجيبوا الناجحين لا نرجع لك وقتها بالتاريخ بالارقام بالنجاح بكل شيء اللي راهي كانت طريق محطوطة مسطرة لضرب المجتمع التونسي في العمق. واليوم النتيجة هاي قدامكم الناس الكل. وانتشار المخدرات اللي حكينا عليه الآخر من أسبابه لا ديموكراتيزاسيون بتاع استعمال المخدرات هو الكليبات اللي توري فيهم اللي هما حاجات. وانا في مخي انا طفل صغير نشوف في انسان يستهلك المخدرات ويدعي العنف وغيره وكذا وناجح ماديا انتر مع تطلع في المصعد الاجتماعي تولي هذيك اسهل طريق شورت كات نقص به. ما عادش لاهي القرايه اللي باش تنجحني ولا لاهي الخدمه ولا غير ثم ما اسهل يوتيوب وكل يجيبوا فلوس هذه اللي نسمعوا بها يجيبوا ولا فما فلوس أخرى؟ لا هو بطبيعة الحال التسويق الرقمي يجيب فلوس ويجيب فلوس بالكدا خاصة كي تبدأ معناتها في البلاصة الصحيحة وتعرف كيفاش تخدم. خاطر راهو النجاح عمره ما كان اعتباطي ولا بالزهر. راهو ثم خدمة وراءه ثم خطة وراءه ثم بيرسيفيرانس وهذا موضوع طويل. لكن اللي نأكده لك محمد ومسؤول على كلامي اللي من 2011 2012 خاصة اللي أنا شاهد على الفترة هذيك حتى يكشي ل 2017 18 راهو متركاج باستعمال جميع أنواع الوسائل باش التصويرة متاع الرابور تولي تصويرة ليدول اللي أثرت سلبا في المجتمع متاعنا. يعني فما برشا أطراف راهو كتولي ما عندها يد فيه تولي فما برشا قلت أنت جمعيات فما يولي جمعيات إعلام شركات إنتاج سياسيين هذا الكل موجود. قلت لك أنا هذايا دوسي كبير نجم نقعدوا نحكي فيه بالكدا ونجم نجيب أطراف شاهد عليه وأطراف حاضرة وأطراف ساهمت حتى في من بين الأسباب اللي خلتك تبعد على عالم الراب هذا
والله الحق أنا ما بعدش على عالم الراب. باهي قاعد حقيقة. ترابي تو مازلت موجود؟ لا ما عادش الرابي، أي. أنا في عالم الإنتاج، في عالم التسويق في الراب. أيوة. لكن الموندو هذاك مكون أساسي من مكونات حياتي، ما نبعدش عليه، ونرى إنه من مسؤوليتي، خاطر هي ما قلت لك بديت حرب فكرية. كل واحد عنده فيزيون. ربحوا معنا جولات، أما الحرب مازالت ما وفاتش. الحرب مازالت ما فاتش وي. رغم الفلوس الكبيرة اللي تحطت، رغم الحرب مازالت ما وفاتش. مازالت ما فاتش. سي ياسين الذوادي شكرا ليك، شكرا لك على التنوع الحوار معك، على تجاربك اللي حكيت لنا عليهم تقريبا وحليت قلبك. مش بالسهل اليوم واحد باش يحكي اللي تعدى عليك هذا الكل. 25 سنة، ما أنا الرقم تو في مخي 25 سنة من حتى أكثر شوية راه بسط. سبحان الله. أنا ثاني مرة نعمل 20 أكثر من اشتراهم معديهم. ما شاء الله ما شاء الله، ربي تابع عليك. الحمد لله بعدت على هذا الكل. إن شاء الله صوتك يوصل للي جون سورتو للشباب. كان فما كلمة تحب نكملوا باش تحب تقول ياسين؟ أنا نحب نأكد لأي إنسان شاب غارق في مشكلة تاع إدمان، ما تخافش ومد يديك واحكي راك تخرج منها. ولأي إنسان مازال ما حلش باب الإدمان، رد بالك ثم رد بالك ثم رد بالك. وللعائلات حلو عينيكم. استحفظوا. شكرا لك ياسين ذوادي، شكرا لك. شكرا لكم انتم الناس اللي تبعتونا في حلقتنا لليوم. حلقة فيها السموم بأنواعها. اسأل مجرب ما تسألش طبيب، مثل شعبي تونسي. لكن اليوم حاولنا ناخذوا الصوتين في شخصية واحدة، الباركور الدراسي، التجارب الحياتية وتجاربه الاجتماعية، خليته يحكي لنا على هذا الكل. المدمن يقول لي ويأكد عليها الكلمة هذه، المدمن ضحية، مدمن مش مجرم. هذه الكلمة اللي قال لي من شروط الحلقة أن نأكدوا عليها وتفكرناها، والحمد لله. سياسين ذوادي شكرا لكم الناس اللي تبعتونا. شكرا مرة أخرى إسباس أرتيا العوينة. أنا ما بقى لي كان نقول لكم تقابلوا في حلقة جديدة، حكاية جديدة، وضيف جديد. باي باي ويا مرحبا. عسلامة محمد، حبيت نبارتاجي معك الاكسبيرينس متاعي مع الإدمان على الزطلة. بديت عمري 20 سنة، بديت كامية باش نجرب، نحب نعرف شنو معناها زطلة، وبشوية بشوية نحبها محلاها. هي صاحبتي، هي اللي ترقدني. وصلنا في نوفمبر 2017 لرابعة تونتاتيف دو سويسيد كومان، خاطر ما عادش نعرف روحي شكون، ما عادش نعرف قيمة نفسي، ما عادش عندي حتى طموح، ما عادش عندي حتى سبب نعيش على خاطره. خاطر الحكاية بديت نحب نجرب كامية، وفات من حل عيني من النوم إلا من نعمل جونتا صباح. اللي لي جون اللي في عمري واللي جون اللي أصغر مني توا ماشي في بالهم اللي هي دروغ دوس، ألوغ كو لا، أكبر فخ نجم تتعرض له في حياتك هو الزطلة. الزطلة غدارة أكثر من أي حاجة شفتها في حياتي، على خاطر تلقى روحك إسكلاف، تلقى روحك ما عندكش حافز، الحافز متاعك هو الزطلة. تلقى روحك ما عادش نجم تستمتع بحياتك إلا ما تعمل جونتا، واللي أنت ماكش قاعد تستمتع، راهو أنت قاعد تغرق، أنت قاعد تضيع. الزطلة إذا كان ما تمرضكش، ما تعملكش أمراض، ما تعملكش ديبريسيون، وما تعملكش تحرقك، تقتلك روحك، تلقى روحك ما عادش نجم تستمتع بحياتك إلا ما تعمل جونتا. خاطر ربي خلقنا باش نشوفوا الدنيا بالكولور، ربي خلقنا باش نشوفوا الدنيا HD. والزطلة تعلمك تحب الظلام، تعلمك تزيد تغرق في وسطك الحفرة، ويمشي في بالك اللي الطبيعي هو الظلام هذاك، واللي كولور البرة هما الحاجة الخايبة. الزطلة تحطمنا دوسما، مش هي اللي دوس، طريقتها في تحطيمنا هي اللي دوس. خاطر ما فماش أعراض انسحاب كيما نشوفوا في الأفلام وكيما نشوفوا في الأعلام، وكيما فماش هكا تحك في بدنك وتعرق، نو، فما نرفيز، فما معاش تحمل روحك، فما معاش تنجم تحكي مع أمك كلمتين أخوات. تيك تفيق بروحك مدمن، من غادي تنجم تبدأ تعاون روحك، من غادي تبدأ تحاول باش تبطل، ومن بعد تلقى روحك أنت مكتف، خاطر تبدأ تبطل وتقعد جمعة 2 3 جمعات شهر، وبعد تلقى روحك إنسان ياسر على أعصابك، إنسان ما عادش تفهم، ما عادش نجم تتعامل مع العباد، ما عادش عندك ثقة في الناس، ما عادش عندك مشاعر للناس. ومن بعد تلقى روحك تدور في عجلة وتحب تصلح، دونك تصلح بالزطلة وتعاود فك الساخ. خاطر
الزطلة جبدتك لك الحفرة ظلام هذيك ما عادش تنجم تتحرك منها. برشا عباد في وسط مرحلة معينة من الإدمان يولي عندهم حالة عشق في البريود هذيك. من الأول نتعداو بمرحلة إنه يمشي في بالنا واو قديش محلاها يا تجيب النوم، يا قديش تحل الشاهية، قديش تضحك. مخك يبدا يصور لك اللي انت قاعد تطير كما يقولوا. هو العباد اللي تكيف الكل يقولوا مقلع طاير، معناها مخك يصور لك اللي هي تعاونك باش تخدم، مخك يصور لك اللي هي تعاونك باش ترقد. انا نحب نقول للعباد اللي قاعده، للصغيرات وللي جون اللي قاعدين يحبوا يبداو توا ولا قاعدين مازالوا كيبداو توا، راهو اللي قاعد تحس فيه، اللي انت قاعد تحس فيه الشيخة هذيك وهم، هذيك الطعم. راك اليوم باش تحس روحك شيخ وغدوة باش تحس روحك متوتر، باش تحس روحك سامحوني في الكلمة بهيم كاريمون. معناتها تعمل من غير ما تخمم. الكرياسيون والتخمام راهو سيء باش يموتوا بعد 3-4 سنين زطلة، باش توصلوا لمرحلة انك تولي جهيمة معناتها، او اعطيك تعدي نهارك باش تنجم من بعد تعمل الجونطة هذيك اللي على اساس باش ترقدك مرتاح، اللي انت ماكش قاعد ترقد مرتاح. انت في الوقت هذاك قاعد سنيك قاعدين يسوسوا، اعصابك قاعده مكبوسه، عندك ديكران بارتو في بدنك، ما تنجمش تتحرك وانت راقد كيما الانسان الطبيعي، ما تحلمش وانت راقد. الزطلة ما تخليكش تحلم وانت راقد. زطلة تنجم تدخلك في دي تريب متاع وسواس قهري، تحس هذاك باش يعملك وهذاك باش يغدرك وهذاك باش يخونك، وتزيد تبعد على العباد وتزيد. زطلة بعد 7-8 سنين تردك كان اسكلاف. انا وصلت لمرحلة اني سوميز، ما عنديش حافز الا اني ما نجم نعمل حتى شيء الا ما نحضر الجونطه نتاعي، لما نكلم اللحام ونشري الورقه ونعمل كذا ودرا شنو. الحكايه تبدا بكاميه ومن بعد تولي بجرام تتكيفوا في الليله. الحكايه تبدا بكاميه مع الاصحاب وتوفى بانك ما عادش تنجم تعمل بروجي، ما عادش تنجم تشري حوايج، ما عادش تنجم تشري كان الزطله. تشتهي تترينا، تشتهي تبدل تليفونك، تشتهي تعمل ان بتي بروجي ولا ان بروجي، تشتهي تعمل كذا وما تنجم تعمل حتى شيء. في الاخر الفلوس هذوكم الكل اللي قاتلين فيهم باش تشري بهم زطله والحاجات اللي تابعه الزطله. انا اليوم نشوف في روحي مرة تحرقت من داخل، نحس في روحي جثه. انا اليوم بعد اول كميه حسيت روحي سوا ديزون شخت. اليوم انا مرة نخاف نغزر الوجه في المرايه. انا وليت تجيني دي كريز متاع عصب وقت اللي نبدا مش متكيفه. من طفله كنت كي نتنرفز نخرج نعمل مارش ولا نعمل جريه، وصلت لمرحله اللي انا ننظر بروحي بالكف ولا نقطع شعري خاطر يجيوني نوبات متاع غش ما همش فوق احتمال البشر، ونعمل دي رياكسيون كبار برشا على حاجات صغار. هذاك علاش وليت متخبيه على العباد. انا نقعد بالعام ما نقابلش عائلتي. بالمناسبة هذيا نحب نقول اني تولدت في ولا كبرت في عائلة مفكة ما فيهاش حوار، ما فماش توعية من الوالدين شنو اللي باش يقابلك في الشارع قبل ما تخرج للشارع. ساهمت برشا برشا في اني نطيح في بياج اني نمشي للدراغ. ولو انه فما ناس عندها قابلية للادمان وفما ناس ما عندهاش، اما دور العائلة يساهم بنسبة 50% في أنك تخرج للشارع وأنتي بروتيجي وفهم الموضوع. نتمنى من العائلات يحميوا صغارهم قبل ما يبداو. نتمنى الناس تتبع صغارها وتفيق حتى كان فما ان بتي ديبار هكا باش تجرب ولا باش حاجة باش يكون فما توعية من الوالدين للصغير، خاطر هذيك أول حماية للصغير مش هي هذيك. نتمنى انه حتى اذا كان انسان طاح في البياج متاع انه سيء ولا مدمن، نمدوا له يدينا، خاطر الزطلة تدخلك في انك لازمك تقعد وحدك، وكي تقعد وحدك تولي لازمك تتكيف زطلة. نحاولوا نمدوا يدينا للعباد اللي قراب لينا، نمدوا يدينا لصغارنا، لبواتنا، لاخواتنا، لراجلنا، لمرتنا، يعني نحاولوا انه نجبدوا العبد هذيك ما كالحفرة اللي هو فيها، خاطر إذا كان نخليوه في ظلام راه باش يقعد ديما في ظلام. أنا فما 12 سنة تعداو من حياتي فلو، ما نعرفش كيفاش أنا هوني اليوم. أنا ما نعرفش شنية تعدى عليا من اللي عمري 20 للي عمري 32.
أنا نعرف اللي أنا توا مرا عندي كورتيزول، عندي اضطراب وجداني ثنائي القطب، عندي مقاومة أنسولين، ما عادش قادرة نكون علاقات مع العباد. أنا طفلة كنت بحبوحة برشا، عندي برشا صحاب، نتحرك برشا. أنا اليوم عندي ضمور في العضلات، معناتها بدني كله شحم، ما عادش عندي دي موسكل. ملي كنت نعمل كيك بوكسينغ، طفلة سبورتيف، بدني مخدوم، عندي سوفل. أنا أنا مرا عمري 32 سنة، ما عادش نجم نطلع في دروج، ما عادش نجم نتنفس. الزتلة تالمون تخليك وحدك برشا، لدرجة اللي أنا باغ إكزومبل مرا في عمري 32 سنة، ما عنديش عائلة، ما عنديش راجل، ما عنديش صغار، خاطر معرسة بزتلة لدرجة اللي أنا وقت اللي نبدا في شوت ديبريسيف، كان مانيش متكيفة ولا حاجة. ولكن في الأوقات سورتو اللي قاعد تحاول تبطل فيهم 3 4 أيام 3 4 أيام، ما تنجمش تلم بيتك، ما تنجمش تلم فرشك، ما تنجمش تعمل دوش، ما تنجمش تتلهي بروحك كيما الحاجات جديدة، كيما الحاجة جديدة اللي عن توندونس تاع نساء السكين كير روتين هذاك. أنا ما نعرفوش، أنا نعملو للزتلة، أنا نعملو اش قلت لك معرسة بزتلة. وقت اللي نقضي سي بون نضمن اللي أنا اليوم باش نتكيف، وقتها نقوم نلم ونمسح اون ديغي مرا تستنى في راجلها باش يروح. نقوم وقتها نعمل البارفان ونقد شعري تلمون ونبدا فرحانة اللي أنا باش نتكيف، اللي هي حاجة انكونسيامون، معناتها الزتلة تعيش لك في اللاوعي متاعك. كي نقوم الصباح بالعقل الواعي نقول توا أنا مرا هكا معناها، نفرح بالحاجة اللي قاعدة تحطم لي في حياتي. ما نجمش يكون عندي راجل، ما كان عبد باش يسألني علاش ما عرستش، ما نجمش نعمل عائلة وأنا عندي hallucinations في جرة الزتلة بأن نهلوس. ما نجمش نعرس وأنا ما نجمش يكون عندي مشاعر وأنا مانيش متكيفة. عندي حالة متاع تبلد كيما قلت لك، راك تحس روحك وانت مش متكيف، ولا كي تقوم الصباح وانت مدمن عزات لا تحس روحك جثة قاعد تمشي، لا تفهم لا تسمع لا تحس، لا تنجم تستوعب العباد، معناتها تولي ما عادش عندك تعاطف مع البشرية، وبالوقت بتولي المدة تولي ما عادش عندك تعاطف وانت متكيف وانت مش متكيف. الوغ كو بالحق راهي تحطمنا وتخلينا وحدنا. ان شاء الله ربي يقوينا، ربي يقوي العباد الكل، وان شاء الله اي حد يتعدى منها المحنة هذه، ونتمنى العباد تستوعب اللي راهي ماهيش دوس، وراهي ماهيش سهلة بالكل. معناتها حياتنا مكرسة للكارثة اللي اسمها زطلة، معناها هي آفة، حاجة شيطانية تحب تحسرك وحدك، ما تكونش بحذاك حتى حد، وتاخذ لك حياتك جوست تخدم تجيب فلوس تتكيف، وإلا بأي طريقة تتصرف تجيب فلوس تتكيف. الحمد لله إن واحد ما مشيش في ثنية غراف، أما راهو فما بنات قاعدة تمشي في ثنية غراف، وراهو فما ولاد قاعدين يمشيو في ثنية غراف، معناها. دخلت الدومين هذا محمد، بون انا تسمى دخلت روحي الدومين هذايا اترافيغ شكون نجمو نقولو معايا. عنا برشا ما تقابلنيش، جانا نتقابلو، انا برغبتي تحب تجرب اي يعطيني نزيد نعاود نجرب، نلقى روحي بشوية بشوية كل مرة انا نهز روحي ونمشي بحذاه. عجبتني الحكاية، باش نكذب عليك نقولو شيخة من يوي واحد كان يسخيبها شيخة، ما بين واحد يمشيها بعيد ويتبعها ويقعد يجي وراها. من بعد بالوقت نلقى روحي بشوية بشوية أنا الحكاية ذيك أنا نعملها وحدي في الدار. كنت قبل نمشي هو بحذاه خاطر ما نعرفش كيفاش تصير، كيفاش يطيبها كوكايين ولا شنيا هكاك ولا حاجة، دونك كنت نشوفه هو بالضبط كيفاش يعمل. من بعد نهايتي وليد نعملها وحدي، وقتها بدأ إدمان بالحق. وقتها بديت كل ما نكثر في الدوزة، كل ما نحاول باش نجيب الفلوس. وصلت محمد، وصلت 25 مليون في الشهر صرفتهم كوكايين بايك. هذا نجمت نحسبه. نلقى روحي في 6 7 شهور كونسوماسيون ماشا وتزيد، نلقى روحي سيبت خدمتي، سيبت مشروعي، ضعفت، حالتي تبدلت، بدلت، ما عادش انا متاعي عادة، ما عادش عندي كونفيونس في حتى حد، نحب ديما نقعد وحدي. 100,000 تجيني نمشي طول ناخذ بها كوكايين، 200,000 مليون نروح الدار نكونسومي نطيب تعجبني.
إدمانها كبير كاك عايش خايب ياسر كاك جم يحطمك ينحيك برشا حاجات ينحيك في سوسيال نتاعك يبعدك على الناس الكل سيبت أمي سيبت خطيبتي ويت أحسن حاجة عندي أنا نحب نروح نجي باش ندوقي بشوية بشوية نلقى روحي قاعد نقصي في كل شيء بعت برشا حاجات ويت ما عادش أنا على طبيعتي ويت نكذب ياسر بعدت على ربي نقوم الصباح نقول كهو ما عادش باش نمسها ما عادش باش نعمل حتى شيء نلقى روحي مساعتين ماضي 3 سايي دوقت ويا ساهي لونتوراج عنده دخل كبير لونتوراج هو يطيحك وهو يخرجك انت وين تحط روحك كي عرفت روحي بديت نتعب بديت نطيح من نجمش نلقى اكثر من السوتيان متاع امي معايا هي لقيتها عاونتني برشا مشيت حكيتها كانت متفاهمة ما كانتش هكا أم الصعيبة معايا حاولت تقف معايا حابت تعاوني كانت بسيكياترية تعرفهم الكل كانت طب دخلت معايا ويا كلينيك قعدت فيه 6 أيام نلقى روحي باقي جو كونسوم في كلينيك ما فماش سويفي اكسبيريونس خايبة على الآخر عاودت خرجت نلقى روحي نكونسومي الدوبل والتريبل عاودت مشيت نشوف طبيبة أخرى شديت صحيح حبيت نداوى ندمت على برشا حاجات عملتهم كل يوم نقول ما فيها حتى شيء تو نحي وحدي وكل يوم نلقى روحي نزيد نغرق أكثر دونك مشيت شفت طبيبة أخرى دخلت معايا الثانية كلينيك واحد آخر قعدت فيه 12 يوم هو كان ينقعد أكثر من أنا قعدت 12 يوم خذاو معايا البروسيدور لازمهم يصيروا كل فيزيت انترديت نحاول يتليفوني ما يدخل حتى حد طبك هاو يصبولي في الدويات وفي أبخيتو هو كوكايين شنية دواء وإدمان شنية الدواء متاعو بالضبط النوم الدويات متاع النوم ما نكذبش عليك محمد كي خرجت من الكلينيك المرة الثانية كنت فرحان 12 يوم ما مسيت حتى شيء ما كونسوميت حتى شيء عرفت إدمان كله تركيبة في الراس معناها ما فماش حاجة غير ما تقول إدمان ولا مونك ما فماش سي با فري كله في الراس خرجت من الكلينيك أول حاجة عملتها ما نكذبش عليك مشيت ديريكتومون مشيت نمشي النهار الثاني كيف كونسوميت النهار الثالث كونسوميت وقتها باش وقت على روحي نتصور روحي كي كملت بالريتم هذاك يعني نجم خاطر انا كي مشيت للطبيبة قالت لي انت جوست مع اري كاردياك بروشين معناها ما عادش بعيد برشا عليا كي باش تكمل في الريتم هذا وصلت نقعد بالجمعة ما نرقدش بالجمعة ما ناكلش 15 كيلو نقصتهم في جمعتين كيما قلت لك ضيعت مستقبلي ضيعت حياتي بعت برشا حاجات عزيزة عليا باش نكونسومي نبدا على صابي مونك وصلت نتحرك مع الناس الكل نحاول باش نجيب فلوس من البلايص الكل الفلوس اللي عندي الكل وفيتهم ودخلت منا وناخذ منا ونكذب على العباد بدأت مانيش أنا جملة واحدة هكاك مازلنا مانيش نسمعوا بيه برشا في تونس وهي ما عنديش فكرة عليه خاطر كوكايين مربوطة ديما بالشمان وكل ما أنا خايف الحكاية هذه قاعدة تمشي وتكثر شفت على عيني أنا عامين ما كنتش نعرف الشيء هذا بعد كده قعدت ودخلت فيه الدومين نلقى روحي شوف في برشا عباد 15-16 سنة قاعدة تدخل في الدومين هذايا باش يدخل في الشيء هذايا وفي إدمان هذايا راهو خروجه منه صعيب